اكلات بنستخدمها وبنستعملها بطريقه غلط ممكن تموتنا. اولا الرز الابيض اللي بنطبخه وبنسيبه ساعات بره التلاجة، ده اكبر غلط. المفروض الرز الابيض اول ما بنعمله على طول بعد ما بيتم تبريده على طول ما بيتسابش بره التلاجة اكتر من ساعتين، لان هو بيطلع بكتيريا، البكتيريا دي ممكن تموتنا او تسبب لنا التسمم، والبكتيريا دي مش بتروح لما بنرجع نسخن الرز تاني. فالمفروض ان الرز بعد ما بنسخنه بنحطه في التلاجة وما بيتسخنش غير مرة واحدة بس. البطاطس بتاعتنا المفروض ان هي ما بنخزنهاش ولا في مكان رطب ولا في مكان ضلمه، لان هي بيطلع فيها براعم خضراء، والبراعم الخضراء دي اول ما نشوفها على طول ده معناها ان البطاطس بتاعتنا مسممه بماده اسمها السولانين، وما ينفعش نشيلها ونستعمل البطاطس، لازم البطاطس كلها تترمى. كمان العيش بتاعنا لو ظهر فيه عفن، في ناس بتقطع حتة العفن وبتاكل باقي الرغيف عادي، ده ما ينفعش. العفن بينتشر داخل الخبز كله، ولكن في حتت بيبان فيها العفن وحتت تانية بيكون فيها عفن ولكن مش ظاهر. فالمفروض ان العيش اول ما يظهر فيه عفن او عفونة يتم رميه بالكامل. واخيرا وليس اخرا البيض، المفروض البيض بتاعنا ما ناكلهوش نص ني، المفروض البيض ناكله ني بالكامل، او على الاقل تكون الصفار بتاعه متماسك وما يكونش الصفار بتاعه مش متماسك، وخاصة للاطفال لان الصفار ممكن ينقل لنا بكتيريا السالمونيلا، ودي بكتيريا خطر جدا وبكتيريا سامة. واخيرا العيش الغراب او المشروم ناس كتير بتشتريه من اي مكان، وده غلط جدا لان هو ممكن يعمل لنا فشل كلوي لو العيش الغراب مش جايبينه من مكان موثوق منه. فحاولوا على قد ما تقدروا المشروم تشتروه من مكان موثوق منه، او بلاش تشتروه افضل. اتمنى تكون المعلومات مفيدة، واستناكم فيديو تاني باذن الله، وباي باي.